يبدأ المسلسل مع المحقق نعم وهو في مركز الشرطة وبيسجل رحلته من البداية في القبض على أهم مجرم في كوريا حاليا بسبب سلسلة من الجرائم اللي حصلت في خلال سنة. وبنعرف إن المجرم كان مجهول ومحدش عرف يقبض عليه، لكن نعم أخيرا قدر من خلال كاميرات المراقبة إنه يوصل له، والنهاردة هيمسكه ويخلص كوريا من الأذى والخوف اللي أصابها بسببه على مدار فترة طويلة. وبعدها بيوصل نعم لمسرح الجريمة ومعاه مراسل بيصور الأحداث لحظة بلحظة وبيعرضها على الهواء. وفجأة بيظهر المجرم وبيجري نعم وراه عشان يلحقه وبيهجم عليه وبيطلب منه يسلم نفسه، وساعتها المجرم بيوقعه وبيطعنه بآلة حادة كذا طعنة لحد ما بيفقد نعم حياته. والأخبار بتنتشر في كل مكان والقلق بيصيب الناس أكتر لأن أملهم في القبض على المجرم اختفى. ودي مش أول حادثة لضابط شرطة، لدرجة إن الناس بقت بترفض تتوظف في الحكومة بسبب خوفهم على حياتهم لأن الجريمة انتشرت بشكل كبير. وبعدها بنشوف المفوض جون أبو نعم بيحضر الجنازة وهو حزين جدا وبيوعد حفيده إنه هيجيب حق أبوه في أقرب وقت. وبعد يومين بيروح جون يقابل محقق من قسم الجرائم العامة موقوف عن العمل بسبب أسلوبه غير القانوني اسمه جو تاك، وبيكون شكله متدمر وبيشرب كتير، وبيطلب جون مساعدته وبينصحه يفوق ويرجع لحياته، وبيفهمه إنه هيرجعه للخدمة من تاني مقابل إنه يقبض على المجرم ويجيب له حق ابنه. وساعتها هيخلي جو تاك يتحرر من الغضب اللي جواه ويساعده عشان يجيب حق بنته اللي توفت بنفس طريقة نعم على ايد مجرم متسلسل. وبيوافق جو تاك بس بشرط انه يديله كل الصلاحيات والامكانيات اللي محتاجها. وتاني يوم بتيجي المحققة يومي بملف لجيون وبتفهمه ان جو تاك طلب فريق مكون من 3 من المساجين وانه اختارهم بنفسه، وبيطلب اطلاق سراحهم عشان ينفذوا معاه المهمة. وبيتعرفوا ان هي معترضة على ال3 اللي اختارهم لانهم من اكبر المجرمين. الأول بارك الدراع اليمين لعصابة دونج اللي سيطرت على سيول كلها في خلال 25 يوم، والتاني جونج مجرم مأجور بيخلص على الناس مقابل الفلوس، وآخرهم ليونج أصغر حاصل على الدكتوراه في كوريا، والأهم إنه أصغر مجرم متسلسل في البلد وأنهى حياة 15 ضحية في خلال سنة واحدة، والشرطة فضلت سنة مش قادرة تقبض عليه لأنه ما كانش بيسيب ولا دليل وراه ولا حتى بصماته. وفي آخر جريمة ظهر في كاميرات المراقبة واتقبض عليه، لكن واخد حكم قليل بسبب عدم إثبات الجرائم عليه، ده غير إنه مريض نفسي من الدرجة الأولى. وقتها جون كان قاعد بيسمعها، وبعد ما بتخلص بيمضيلها على الملف وبيعرفها إنه موافق على طلبات جو تاك كلها وإنها تكون مشرفة على الفريق. وبيتم إطلاق سراح ال3 مجرمين من 3 سجون مختلفة، وبيوصل بارك وجونج الأول ومش بيبقوا عارفين سبب خروجهم وتغيير هدومهم لهدوم مدنية، ولما بيشوفوا يومي بيسخروا منها، وبعدها بتطلب منهم يروحوا المقر اجتماعهم في كنيسة مهجورة وبتفهمهم هي محتاجاهم في ايه وفريق البحث اللي هيشتغلوا فيه عشان يقبضوا على المجرم، لكن هم بيرفضوا وبيفهموها انهم مش مضطرين يوافقوا على عرضها وعايزين يرجعوا للسجن. وساعتها بيتدخل جو تاك وبيهديهم وبيعرفهم ان اللي هيقدر فيهم يحل القضية هيتخصم من سنوات حكمه 5 سنين، فبيوافقوا فورا. بس جو تاك بيصدمهم لما بيفهمهم ان في شروط معينة، وهي ان ممنوع التليفونات والخروج من وراهم، ده غير انهم هيلبسوا قيود الكترونية في رجلهم عشان يعرفوا مكانهم لو حاولوا يهربوا. وفجأة بيجي لهم اتصال يبلغهم ان ليونج هرب من عربية الترحيلات، فبيجروا بسرعة للمكان اللي هرب منه عشان يلحقوه. وهناك جو تاك بيعرف ان ليونج اتحجج بدخوله للحمام وهاجم على الضباط اللي بيحرسوه وضربهم واجبرهم يفكوا الكلبشات وهرب. وقتها جو تاك بيعرف المجرمين اللي معاه ان دي هتكون اول مهمة ليهم، واللي هيقدر فيهم يقبض على ليونج هيتخصم 5 سنين من حكمه. وبيبدأوا يفكروا هيكون هرب على فين، وبيعرفهم جو تاك ان اول مكان هيروحوا عند يوجين حبيبته، لانها كانت السبب في حبسه لما حاول يخلص عليها وقدرت تهرب وبلغت عنه وشهدت عليه في المحكمة، وأكيد هيروح عشان ياخد حقه منها ويعيد محاولته اللي فشلت أول مرة. وفي نفس اليوم بيروحوا للحانة اللي كانت يوجين بتشتغل فيها زمان، وبيهجم بارك على صاحب المكان وبيضربه عشان يعرف مكانها، وبيفهموا صاحب الحانة إنه باعها المكان تاني عشان تشتغل هناك. فبيروحوا للمكان اللي قال لهم عليه وبيتصدموا بعصابة مسلحة بأدوات حادة بيهجموا عليهم. وساعتها جونج هو اللي بيواجههم وبيضرب أول واحد فيهم وبياخد الآلة الحادة اللي معاه وبيهجم على الباقي وبيخلص عليهم. وبيسأل الرئيس بتاعهم عن مكان يوجين وبيضطر يعرفه. وبعدها بيتحركوا على بيتها وبتجيب يومي رقمها وبتحاول تتصل بيها عشان تنبهها ان ليونج في طريقه ليها. واول ما بترد يوجين على التليفون بتسمع الباب بيخبط وبتفتح الباب وبتبلغها يومي تاخد حذرها لان ليونج جاي عشان ياخد حقه منها. وساعتها ليونج بيفتح الباب وبيهجم عليها وهي بتقع على الارض وبتكون خايفة وبتسأله لو كان جاي يخلص عليها المرة دي، لكن ليونج بيفهمها انه مش فاكر انه حاول ينهي حياتها قبل كده من الاساس،
وبيتعرفوا يوجين إن دي حجة بيقولها بعد كل جريمة بيعملها، وبينكر إنه فاكر اللي حصل، وده بسبب المرض النفسي اللي عنده بعد ما شاف أبوه وأمه متوفيين قدامه، وإنها مش مصدقة حجته وحاسة إنه هو اللي خلص عليهم في الأساس. فبيتضايق ليونج وبيفقد أعصابه وبيمسك رقبتها وبيحاول يخلص عليها. وفي الوقت ده بيوصل جوتاك وفريقه وبيهجم على البيت وبيرفع سلاحه على ليونج وبيطلب منه يسيبها وإلا هيخلص عليه، وبيرفض ليونج فبيضرب جوتاك النار عليه وبيتصفي دراعه. وفجأة بيجري ليونج وبينط من البلكونة، وبيكون بارك واقف تحت وبيحاول يلحقه ويجري وراه، بس ليونج بيسرق عربية على الطريق وبيهرب بيها. وبينزل جونج بسرعة وبياخد عربية من واحد وبيلحقه، وبيسوق ليونج بأقصى سرعة ليه، وبيلف جونج من شارع تاني وبيقابله وبيخبطه، فبيفقد ليونج السيطرة وبيعمل حادثة وبيتصاب. وبعدها بنشوفهم في الكنيسة وبيفهموا جوتاك الوضع كله، بيعرفوا إنه مفيش قدامه حل غير إنه يوافق وإلا هيرجع السجن تاني يكمل حكمه، فالأفضل إنه ينفذ أوامره ويستخدم ذكائه في مساعدتهم، وبيضطر ليونج إنه يوافق. وبالليل بيعزمهم كلهم على العشاء وبيعرفهم إن مهمتهم هتبدأ من بكرة، وإنه قائد فريقهم والمسؤول عنهم، والأفضل لهم ينفذوا أوامره وإلا هيتأذوا، لأن لقبه في المجال هو الكلب المجنون بسبب غضبه، وهم بيوافقوا. ووقتها نامي بتكون معاهم وبتفتكر لما كانت بتدور ورا المجرمين الثلاثة واكتشفت إنهم اتسجنوا في نفس السنة، وإن جوتاك اتطرد من الخدمة في نفس التوقيت، وبتحس إن في حاجة بتربطهم هم الأربعة ببعض لكن مش قادرة تحددها. ولما سألت جوتاك بصراحة اتوتر وما ردش عليها وطلب منها تركز في شغلها بس، وساعتها يومي بتتأكد إن في حاجة بتربطهم. وتاني يوم بيكونوا في الكنيسة مستنين التعليمات من جوتاك، وبيفتكر جونج لما كان مجروح ومصاب في الشارع وبيصارع الحياة، وفي بنت أنقذته ونقلته للمستشفى وفضلت معاه لحد ما فاق، ومن ساعتها وهو واهب حياته لحمايتها لدرجة إنه سلم نفسه عشان يكفر عن ذنوبه عشانها. وفجأة بيوصل جوتاك وبيطلب منهم يركزوا معاه، وبيعرض عليهم تفاصيل القضية بشكل كامل، وبيفهمهم إن كل الجرائم اللي حصلت في خلال السنتين اللي فاتوا كان سببها مجرم واحد بسبب إحداثيات القضية ونفس طريقة الهجوم، وكمان تشابه الليالي اللي بتحصل فيها الجرائم، وهي إن المجرم بيتعمد يخلص على ضحية جديدة لما تكون الدنيا بتمطر. وبيبدأ ليونج يركز في تفاصيل القضية، وبسبب ذكائه بيحلل الموضوع بسهولة، وبيفهمهم إن المجرم مريض نفسي لأنه ما بيخلصش على الضحايا بهدف السرقة، ده بينهي حياتهم وبيسيبهم مرميين في الشارع وبيمشي، وبيتعمد إن الدنيا تكون بتمطر، وده معناه إنه بيحب ريحة الدم وإنه بيخلص على الضحايا للهدف ده، وبيستخدم المطرة في إن ريحة الدم تكون قوية ويقدر يستمتع بيها. ده غير إنه شخص محترف وبيخلص عليهم بطعنة واحدة، والأكيد إن جريمة إنهاء الحياة بتغطي على جريمة تانية أكبر محتاجين يدوروا عليها. وساعتها بيهتم جوتاك بكلامه وبيطلب ملفات الضحايا كلهم، وبيلاحظ إن في حاجة مشتركة بينهم، وهي إن في علامة حقن في دراعهم، فممكن يكون ليونج عنده حق والمجرم بينهي حياتهم بهدف هوسه بالدم. وتاني يوم بيركب العربية عشان يروح يحققوا في مسرح الجريمة، وبيلاحظ جونج بيت يعرفه من على بعد، وبيطلب من يومي تنزله، وهي بتوافق بعد الرجوع لجوتاك، وبيسيبهم جونج وبيروح للبيت، وبيبقى متوقع ان سيوك البنت اللي انقذته هي اللي هتفتح له، بس بيتصدم بواحدة غيرها، وبيفهم ان الزعيم بتاعه اللي وعده انه يحميها ويخلي باله منها بيكذب عليه. وبيكون جونج معاه ضابط بيحرسه وبيطلب منه موبايله، بس الضابط بيرفض يسلمه له، فبيهجم جونج عليه وبياخد الموبايل وبيهرب. وبعدها بيروح لون الزعيم بتاعه وبيسأله عن سيوك، وبيعرفه انه بيبعت لها فلوس شهرية لكن مش هيتحكم في مكان اقامتها، ويسألها هي رايحة فين، ولو عايز يطمن عليها كان فضل يحميها بدل ما يروح يسلم نفسه ويتسجن عشان خاطرها. ووقتها جونج بيهدده انه لو ما لقاهاش وخلى باله منها هيخلص عليه، وبيسيبه وبيمشي. ولما بيخرج بيلاقي جوتاك مستنيه بعد ما عرف مكانه من القيد الالكتروني اللي في رجله، وبيطلب منه يركز في المهمة بتاعته عشان يخفض سنين حكمه ويخرج يحميها بنفسه. وساعتها جونج بيفهم ان جوتاك عارف كل حاجة عنه. وبالليل بيتجمعوا في الكنيسة وبيحللوا كلام جونج مع ملفات القضايا القديمة، وبيكتشفوا ان في بنتين قدروا ينقذوا نفسهم من المجرم، وممكن يكونوا دول الدليل اللي هيوصلهم ليه. فبيقسموا نفسهم وبيروحوا للبنتين عشان يحققوا معاهم، وفي نفس اليوم بيروحوا للمنطقة اللي بتحصل فيها الجرائم، وبيدور بارك على زعيم المنطقة يونيم وبيتعرف عليه، وبيطلب منه يساعده ويستخدم كل رجالته عشان يلاقي المجرم. وبيلاحظ بارك ان كل البيوت اللي بيتم الهجوم عليها عن طريق المجرم الابواب بتاعتها ما بتتكسرش، ودي حاجة غريبة. فبيسأله عن محل خردة في المنطقة، وبيوديه يونيم لصاحب محل الخردة، وبيسأله بارك لو كان هو الوحيد الموجود في المنطقة والمسؤول عن تصليح الابواب. ولما صاحب المحل بيجاوبه بيهجم بارك عليه وبيتهمه انه المجرم وبيضربه. وقتها بيجي جوتاك وبيمنعه وبيطلب منه يبعد عنه وما يظلمش الناس ويفكر بعقل، وبيسيبه عشان يروح يحقق مع أول ضحية. وبعدها جوتاك وجونج بيروحوا للبنت، وهناك جونج بيكتشف إنها سيوك اللي بيدور عليها،
وبيسمعها وهي بتتكلم عن الحادثة وإنها عايشة لوحدها هي وبنتها من وقت ما جوزها توفى. وفي يوم سمعت بنتها بتصرخ واتصدمت بحد بيحاول يخلص عليها، ولما حاولت تهجم عليه ضربها وحط إيده على رقبتها وحاول ينهي حياتها. وبنتها استغلت الفرصة وهربت من الشقة وقعدت تصرخ لحد ما الجيران طلعوا، ووقتها المجرم هرب. وهنا جونج بيصمم إنه يلاقيه بكل طريقة. وفي نفس الوقت يومي واليونج بيكونوا عند الضحايا التانية وبيعرفوا منها إن المجرم هاجم عليهم في البيت وخلص على أختها، وهي كانت سامعة وعملت نفسها نايمة يمكن يسيبها، بس المجرم كان عارف إنها بتمثل وقرب منها وقال لها إنه مضطر ينهي حياتها هي كمان عشان يتغلب على منافس ليه، وطلب منها تسامحه وخبطها على راسها بآلة حادة وهرب. وقتها اليونج بيتكلم باستفزاز وبيعرفها إنها محظوظة، وبتضايق البنت منه وبتفهمه إن أختها توفت قدامها وإن هي حصل لها عاهة في وشها هتلاحقها العمر كله، يبقى محظوظة إزاي؟ فبيقول لها إنها محظوظة عشان خرجت من الحادثة عايشة مش زي أختها. وبالليل بيكونوا مع بعض في الكنيسة وبتبلغهم يومي إن بمراجعتها للقضايا القديمة عرفت إن كان في مجرم من حوالي 3 سنين أنهى حياة 23 ضحية، وكان بيعمل الجريمة بنفس التفاصيل اللي بتحصل دلوقتي، وإن ده مالوش معنى غير إن المجرم الحالي بيحاول يقلده ويكسر الرقم القياسي بتاعه، ودلوقتي فاضله ضحيتين علشان يعدي 23 جريمة. ووقتها بيفهموا إنه هيحاول يخلص على البنتين اللي طلعوا عايشين من هجومه عليهم، فبيجروا بسرعة للمنطقة وبيوزعوا نفسهم عشان يدوروا عليه. ووقتها بارك بيلاحظ ان في واحد لابس ماسك وشكله غريب وبينادي عليه، بس هو مش بيقف وبيرمي الشمسية وبيطلع يجري، وبيجري بارك وراه لحد ما بيمسكه وبيهجم عليه، لكن المجرم بيضربه بقوة وبيحاول طعنه، وبيمسك بارك الآلة الحادة بإيده وبيتجرح، والمجرم بيضربه على راسه وبيهرب، وبيقع بارك على الأرض وهو بينزف. وقتها اليونج بيجي وبارك بيطلب منه يلحقه بسرعة، بس هو بيرفض وبيقف يساعده لأنه مجروح. وفي نفس اليوم بتحصل جريمة، والبنت اللي يومي كانت بتحقق معاها حياتها بتنتهي، والأول مرة بتكون الجثة عليها بصمات وبتتطابق مع هيونم، وبيقبضوا عليه وبيكون خايف جدا وبيعرفهم انه ملوش دعوة بالجرائم دي، لكن هم مش بيصدقوه. وبعدها المجرمين الثلاثة بيتفرجوا على التلفزيون وبيعرفهم ليونج ان ده مش المجرم الحقيقي، لانه شكله متوتر جدا وخايف، والمجرم الحقيقي هيكون متعصب انه ما قدرش يكسر الرقم القياسي للمجرم الثاني، ومش هيهمه انه اتفضح واتقبض عليه. ده غير ان جونج بيفتكر انه لما شاف اول ضحية عرف ان المجرم طوله اقل من 175 سنتي، لكن هيونم طويل، فبيتصل بيومي وبيفهمها ان ده مش المجرم الحقيقي. وقتها بيفهم ان المجرم هيحاول يخلص على اخر ضحية للنهارده عشان يبقى كسر الرقم القياسي قبل ما يتقبض عليه، وبيخاف على سيوك جدا لانها الضحية الناجية الوحيدة منه، وبيجري بسرعة عشان يلحقها. وفي نفس الوقت كانت سيوك مروحة بيتها وبتخبط فجأة في التاجر صاحب محل الخردة، وبيعتذر لها وبيصمم انه يوصلها بيتها، بس سيوك بتعتذر له بذوق وبتفهمه انها هتروح لوحدها، فبيتكلم بطريقة حادة وبيوقعها على الأرض وبيضربها على راسها وبيعرفها ان ده عقاب ليها، وبيخرج آلة حادة عشان يخلص عليها. وساعتها بيظهر جونج من وراه وبيخبطه وبيوقعه على الأرض وبيضربه بقوة، وبياخد الآلة الحادة منه عشان يطعنوا بيها، لكن جو تاك بيجي وبيمنعه وبيطلب منه يبعد عنه، بس جونج بيرفض وبيتضايق منه لأنه السبب في كل اللي حصل، واستخدم سيوك طعم عشان يمسك المجرم، وكان عارف ان هيونم مظلوم وخدعهم، وبياخد الآلة الحادة عشان يجرح المجرم بيها، وبيضطر جو تاك يضربه برصاصة في دراعه عشان يسيبه، والشرطة بتيجي تقبض عليه. وبعدها بيحققوا معاه وبيفهمهم ان كان هدفه يكسر الرقم القياسي للمجرم اللي قبله، وانه فعلا كان بياخد دم البنات دي ويحتفظ بيه لحد ما خلص على 22 بنت. فبيعرفوا اليونج انهم 23 وبيوري له صور البنات، لكن المجرم بيفهمه ان في واحدة منهم مش هو اللي خلص عليها، وواضح ان في مجرم تاني غيره. وفي نفس اليوم القوات بتيجي تاخد المجرمين وترجعهم للسجن لان القضية خلصت، وساعتها يومي بتهاجم جو تاك لانه استخدمهم عشان مصلحته، لكن هو مش بيهتم وبيعرفها ان اهم حاجة ان القضية اتحلت. وبعد يومين بتكون في بنت محتجزة بتفوق وبتلاقي نفسها في أوضة ضلمة، والمجرم نسي ياخد تليفونها، فبتستغل الفرصة وبتتصل بالنجدة بسرعة وبتحاول توصف لهم مكانها، لكن هما مش بيسمعوها وبيطلبوا منها تكرر الجملة كذا مرة لحد ما المجرم بيسمعها وبيهجم على الأوضة وبياخدها وهي بتصرخ. وتاني يوم بيروح جو تاك للسجن عشان يخرج ال3 مجرمين من تاني لأنه محتاجهم في قضية جديدة، وكلهم بيكونوا متضايقين منه بسبب اللي عملوا معاهم ومش عايزين يشوفوه، بس هو بيعرض عليهم فرصة تقليل سنين حكمهم ومساعدتهم في انهم ينقذوا حياة بني ادمين ملهمش ذنب في حاجة، وبيديهم فرصة يفكروا، وبيعرفهم انه هيروح الكنيسة ولو لقاهم هناك يبقى هم موافقين يكملوا معاه. وبيسيبهم جو تاك وبيفتكر بنته لما كانوا عايشين مع بعض لوحدهم في سعادة، وفي يوم لقاها متوفية في الشارع، ولحد دلوقتي مش قادر ياخد حقها، وكان بيتصرف بعصبية مع اي قضية يقابلها،
على أمل إنه يلاقي المجرم اللي خلص عليها لحد ما توقف عن العمل. وفي نفس اليوم بيرجع جو تاك للكنيسة وبيلاقيهم مستنينه هناك، وبيعرف إنهم موافقين، وبيفهمهم إنهم من دلوقتي قوة بحث خاصة مسؤولين عن تحليل القضايا الصعبة، ومع كل قضية بيحلوها يتم خصم سنين من حكمهم. وبيعرفهم إن القضية الجديدة هي بنت متوفية ومتقطعة ل 300 قطعة، ومن الواضح إنهم قدام مجرم مختلف المرة دي. وبياخدهم لمسرح الجريمة عشان يحللوا كل الأدلة اللي هناك. وأول ما بيدخلوا للبيت بيلاحظ جونج وجود موبايل على الأرض، فبياخده بهدوء وبيحطه في جيبه من غير ما يبلغ حد، وبتشرح لهم يومي القضية. وساعتها بيدخل جو تاك وبيعرفهم إن بصمات الجثة مش نفس بصمات جيسو البنت المحتجزة، ومعنى كده إن دي واحدة تانية، وإن في أمل إن البنت المحتجزة تكون لسه عايشة. وفجأة بيلاحظ وجود علامة على الأرض في اتجاه التلاجة، وبيفهم إن في حاجة وراها وبيزقها على الأرض، وبيكتشف إن وراها تلاجة تانية مليانة أعضاء بشرية. وبيعرف إنهم قدام عصابة لتجارة الأعضاء، وبيبدأوا يقسموا نفسهم عشان كل واحد يدور على دليل بطريقته. وبيروح جونج لمحل من المحلات اللي بتتاجر في الموبايلات المسروقة، وبيسأل صاحب المحل لو كان الموبايل ده من عنده، بس صاحب المحل بينكر وبيطلب منه يخرج بره. فبيضطر جونج يهجم على رجالته ويضربهم. وقتها صاحب المحل بيخاف وبيفهمه إن في شخص جاله واشترى الموبايل بجواز سفر مسروق، وبيعرفه إنه بيحتفظ بالأرقام اللي بيبيعها وهيسلمها له لو عايز. وفي نفس الوقت كان ليونج في مركز الشرطة بيراجع كاميرات المراقبة مع يومي، وبيكتشف إن في شخص واقف يتفرج على حادثة الاحتجاز من بعيد، وبيفهم إنه تبع المجرم، وبيقرر يروح يقف مكانه ويمشي في نفس الاتجاهات اللي مشي فيها عشان يعرف بيته. وبيروح بارك لهيونيم وبيسأله لو اتعامل مع حد من عصابات تجار الأعضاء دي قبل كده، وبيطلب منه يقابله بيهم. وبيستخدموا بارك كشخص رايح يبيع كليته عشان يوقعهم ويعرفوا مكان العصابة السري، وبيخليه بيمشي مع واحد من العصابة وهو بيلاحقهم. ولما بيوصل للمكان بيتصدم بجو تاك هناك بعد ما وصل لهم عن طريق مدعي مرتشي بيتعامل مع العصابات وبيغطي عليهم. وبيدخلوا الاتنين مع بعض وبيهجموا على المكان وبيضربوهم، وبيكون عددهم كبير وبتدور بينهم معركة شرسة. وفجأة جو تاك بيفتح أنبوبة جنبها ولاعة وبيهددهم إنهم لو ما اعترفوش على مكان المجرم تشيول هيفجر المكان كله، فبيضطروا يعترفوا على مكانه. وفي الوقت ده جونج كان خد الرقم من صاحب محل الموبايلات وطلب من يومي تحدد مكانه عن طريق تتبع الرقم، وبيبلغ الشرطة وبيروح على هناك وبينفذ ليونج خطته لحد ما بيوصل لبيت الشخص اللي كان في الكاميرا والمتواطئ مع تشيول، وبيهجم عليه وبيهدده إنه لو ما اعترفش بمكانه هيخلص عليه. وبالليل بيهجموا هم الأربعة على مكان تشيول، وبيكتشفوا إن البيت في وسط غابة، فبينزلوا من العربيات وبيدوروا على البيت في نفس الوقت اللي تشيول كان بيجهز فيه جيسو عشان يخلص عليها وياخد أعضائها. وهي بتفضل تصرخ، وبيسمع الفريق صوت صريخها وبيجروا ناحيته، وبيهجم تشيول عليها وبيضربها لحد ما بتفقد وعيها وجسمها بينزف. وفريق قوة البحث بيقتحموا المكان وبيضربوا كل الموجودين، وبيهجم جو تاك على تشيول وبيضربه بقوة لحد ما بينزف. ولما بيشوف البنت فاقدة للوعي بيعتقد انها توفت، فبيقرر انه ياخد حقها وحق بنته بايده ويخلص عليه. لكن جيسو بتفوق وبيكتشف انها لسه عايشة، وبيسيبه وبيسلمه هو وعصابته للشرطة، وبيجهزوا عشان يرجعوا لمكانهم تاني ويستعدوا للقضية اللي بعدها. بس بارك بيستأذنهم يدخل الحمام قبل ما يمشوا، وفجأة بتيجي عربية بتاخده وبتمشي. وبالليل لما بارك بيفوق بيلاقي نفسه مربوط قدام هيو رئيس العصابة بتاعته واللي بيعتبره أكتر من أخ، وبيسلمه هيو صورة ليونج وبيطلب منه يخلص عليه لأن في صديق ليه بنته توفت في سلسلة الجرائم اللي عملها وعايز ياخد حقه منه، ولو نفذ المهمة هيديله حريته ويسيبه في حاله، لكن لو رفض هيخلص عليه وبيديله مهلة أسبوعين. وتاني يوم الشرطة بتكتشف ان تجارة الأعضاء دي منظمة كبيرة جدا وفيها تجار كتير لسه ما اتقبضش عليهم. ووقتها بيوكلوا القضية لفريق البحث، وبعدها بيتجمع الفريق في الكنيسة وبيبلغهم جو تاك ان المنظمة ليها جذور كتير ومتقسمة المراحل، وبيعرض لهم الصور وبيعرفهم ان في تجار جملة وتجار بالقطعة، وفي النص في 3 تجار هم الوسيط بين الاتنين، والحل انهم يقبضوا على ال3 دول، وساعتها هيحصل فوضى في السوق وهيقدروا يقبضوا على الباقي بسهولة. وفعلا بينفذوا خطتهم وبيقبضوا على الوسطاء، وبتبدأ الفوضى في السوق وبيقبضوا على باقي التجار بسهولة وبيحققوا معاهم، وبيكتشفوا ان في واحدة بس مسؤولة عن المنظمة دي كلها اسمها السيدة كيونج، وهي اللي بتدير كل عمليات تجارة الأعضاء بتجارها. وبيكتشف جو تاك انه كان يعرفها وقبض عليها في قضية مشبوهة زمان، لكن لما خرجت من السجن غيرت النشاط. وساعتها جونج كان بيحقق مع واحد من التجار وبيسأله عن مكان كيونج، ولما بيرفض يقول بيطعنوا في ايده وبيضربوا لحد ما يعترف.
وبالليل بيجهزوا وبيروحوا للمكان وبيلاقوا مليان حراس وعليه حماية شديدة وممنوع لأي حد يدخله، فبيدخلوا على إنهم تجار وجايين يتفقوا مع كيونج على عملية جديدة، وبيسلموا موبايلاتهم على الباب، والحراس بيرفضوا إن حد يروح يقابل كيونج غير جو تاك بس. وساعتها بيفهموا إنهم اتكشفوا، لأن كل واحد فيه حارس على راسه وبيراقبه، وبيطلب جونج إنه يدخل الحمام والحارس بيروح معاه. ووقتها جونج بيهجم عليه وبيضربه وبياخد سلاحه. أما بارك واليونج فالحراس اللي معاهم بيهجموا عليهم وبيحاولوا يضربوهم وهم بيدافعوا عن نفسهم، وبتدور بينهم معركة شرسة لحد ما بيخلصوا عليهم. وفي نفس الوقت كان جو تاك في الأسانسير، وفجأة الحارس اللي معاه بيرفع سلاحه ناحيته وبيمسك جو تاك إيده وبياخده منه وبيضربه بيه وبيرميه على الأرض، وبيخرج من الأسانسير بسرعة وبياخد جونج موبايل من الحارس اللي ضربه وبيتصل بيومي وبيعرفها إنهم اتكشفوا، وبيطلب منها تتصل بالقوات بسرعة. وقبل ما يومي تتصل، الضابط كام اللي معاها في العربية بيضربها على راسها وبيفقدها الوعي. وفجأة الكهرباء بتقطع عن المكان كله وكل الأبواب بتتقفل وما بيبقاش فيه أي مخرج ليهم، وبتكون كيونج قاعدة في مكتبها في آخر دور وشايفة كل حاجة بتحصل عن طريق كاميرات المراقبة، وبتتفاجئ إن جو تاك بيبص لها وبيعرفها إنه هيوصل لها، وبيضرب الكاميرا بالنار وبيفصلها. وساعتها بارك كان بيحاول يلاقي مخرج للمكان، وفجأة بيتصدم بعدد كبير من الحراس بيهجم عليه وبيحاول يحاربهم لوحده، بس بيتصاب وبيقع وبيكونوا هيخلصوا عليه. وهنا بيظهر ليونج وبيهجم عليهم وبيحميه وبيطعن مكانه في بطنه، وبيتأثر بارك بحمايته ليه وبيقوم يدافع عنه لحد ما بيخلص عليهم، وبياخدوا بعيد لأوضة في آخر الممر، وبيكتشفوا إنها أوضة عمليات ومليانة جثث، فبيطلب منه يستناه هنا لحد ما يلاقي مخرج عشان ينقذه. ولما بارك بيخرج بيهجم على المكان مجموعة تانية من العصابة، وبيحاول ليونج يهاجمهم، لكن بسبب إصابته بينهار بسرعة، ووقتها بيوجهوا السلاح ناحيته عشان يخلصوا عليه، بس بيدخل بارك وبيهجم عليهم وبينقذه. وساعتها القائد بتاعهم بيوجه المسدس ناحية بارك عشان ينهي حياته، وبيلحقوا جونج وبياخد منه المسدس وبينقذه وبيخلص عليهم. وبعدها بيوصل جو تاك وبيعرفهم إنهم لازم يحاولوا يلاقوا طريقة يخرجوا بيها من المكان، وبيقترح إنهم يخرجوا عن طريق أسانسير الطوارئ اللي بيشتغل لمدة 30 ثانية بس، وبيفهمهم إن جونج لازم يطلع للدور ال15 يصلحوه ويشغلوا، وهم يركبوه ويطلعوا يقبضوا على كيونج وينزلوا مع بعض يسلموها، وكل ده في خلال 30 ثانية بس. وفعلا بينفذوا خطتهم، وبيطلع جونج لفوق يصلح الأسانسير وبيقبضوا على كيونج، لكن لما بينزلوا للدور الأرضي بيتصدموا بعدد كبير من الحراس، وبيوجه جو تاك مسدسه ناحية كيونج وبيهددهم إن لو حد قرب منهم هيخلص عليها، بس هي بتفهم الحراس إن مش فارق معاها تعيش أو لا، وبتطلب منهم يخلصوا عليهم، وبتعرفهم إن اللي هيقضي على جو تاك هياخد مكانها. فبيهجم كل الحراس عليهم بأسلحة حادة، وبتدور بينهم معركة شرسة. وفي نفس الوقت كان بيحفر في الأرض عشان يدفن يومي، لكن لما بيخلص بيلاقيها فكت نفسها وهربت، فبيلف يدور عليها، وفجأة يومي بتهجم عليه وبتضربه بفاس على راسه وبيفقد الوعي، وبتتصل تطلب الدعم. وساعتها كان فريق البحث بيحارب بقوة، بس بسبب عدد الحراس بيتصاب جو تاك وبيتضرب على راسه وبيقع على الأرض، وبينهار ليونج بسبب الإصابة اللي في بطنه. وفجأة الشرطة بتهجم على المكان وبتقبض عليهم كلهم وبتنقذهم. وبعد يومين بيتفاجئ جو تاك بالمدعي العام جاي، بيطلب منه يشتغل معاهم ويكون المسؤول عن فرقة البحث، لكن جو تاك بيرفض. ووقتها جاي بيهدده وبيفهمه انه عارف كل حاجة عنه وعن علاقته بالثلاث مجرمين، ولو رفض انضمامه ليهم هيحكي لهم كل حاجة، فبيتوتر جو تاك وبيضطر يوافق. وفي نفس اليوم بارك بيتحجز للمرة التانية من الزعيم بتاعه بسبب عدم تنفيذه للمهمة، وبيعرفه انه مش هيأذي ليونج لانه انقذه كذا مرة وكان زي اخ صغير ليه. فبيتضايق هيو وبيؤمر رجالته ياخدوه ويخلصوا عليه. وفي نفس الوقت فريق البحث بيدوروا عليه وبيحاولوا يتعقبوا مكانه عن طريق القيد الإلكتروني اللي في رجله. وساعتها كان رجالة هيو بيدفنوه وهو صاحي وبيسيبوه وبيمشوا، بس بيسيبوا له مكان يقدر يخرج منه. ولما بيطلع بيتصل بهيو وبيسأله ليه عمل فيه كده لما هو مش ناوي ينهي حياته، وبيعرفوا هيو انه دفن بارك الراجل بتاعه وهو من دلوقتي ملوش علاقة بيه ومش عايز يشوفه تاني. ووقتها هيو كان في عربيته، وفجأة في ناس بيقطعوا عليه الطريق وبيخلصوا على السواق بتاعه وبيهجموا عليه وبيضربوه وبياخدوه. وبيسمع بارك اللي حصل وبيعرف ان في اشخاص استحوذوا عليه في نفس الوقت اللي فرقة البحث قدرت توصل له فيه، وبيترجاهم انهم يساعدوه عشان يلاقوا هيو لانه بيعتبروا اخوه الكبير، وهم بيوافقوا. وبيستخدم بارك معرفته بالعصابات اللي هيو بيشتغل معاها وبيوقع بينهم لحد ما بيعرف مين اللي خد هيو. وبيتتبعوا العربية بتاعت العصابة على الطريق وبيسوقوا بأقصى سرعتهم وبيكسروا عليهم الطريق، لكن بارك اللي بيسوق بيفقد السيطرة على العربية ومش بيقدر يلحقهم.
وهنا ليونج بينزل بسرعة وبيركب موتوسيكل وبيطاردهم وبيفضل وراهم لحد ما بيكسر عليهم الطريق وبيخليهم يعملوا حادثة، وبيفتح شنطة العربية لهيو وبينقذه وبيمشي. بس فجأة بيخرج هيو وبيسحب أداة حادة وبيجرح بيها ليونج في دراعه وبيكون هيطعنه في بطنه، لكن بارك بيلحقه وبيمنعه وبيعرفه إنه أنقذ حياته وملوش حق يأذيه. وبيتعصب هيو وبيفهمه إنه لو كان نفذ المهمة وخلص عليه من البداية ما كانش ده حصل. وبيسمعهم ليونج وبيتصدم إن هيو عايز ينهي حياته. وبعد يومين بيخرجهم جو تاك من السجن تاني وبيفهمهم إنهم عندهم قضية جديدة، وهي وفاة الزعيم بتاع جونج من غير دليل واحد ولا بصمات ولا DNA. وبيعرفهم إنه توفى بضربة واحدة في شريان جنب الرئة. فبيفهموا إن المجرم شخص محترف، بس بيلاقوا بصمة رجل في المكان اللي لقوا الجثة فيه، والبصمة دي راجعة لواحد من رجالته اسمه جين. وبتهجم الشرطة على بيت جين في نفس اليوم عشان يقبضوا عليه، لكن بيلاقوه متوفى ومربوط في السقف. وبتتقفل القضية على إنه أنهى حياة نفسه. وهنا جونج مش بيصدق لأنه عارفه ومتربي معاه، وبيقول لجو تاك إنه كان بيحضر لفرحه وهيتجوز ومستحيل ينهي حياته بنفسه، وبيأكد له إن في سر لازم يعرفه. وفي نفس اليوم بيروح جونج لواحد اسمه السوك مسؤول عن المنطقة اللي جونج بيشتغل فيها طول عمره، وبيسأله عن جيم صاحبهم اللي كان بيشتغل معاهم زمان لأنه ممكن يكون له علاقة بوفاة الزعيم. فبيعرفوا السوك إنه ما شافش جيم من زمان وكان بيتواصل معاه عن طريق وسيط اسمه كي، وهو اللي ممكن يوصله ليه. وفي الوقت ده ليونج كان في مركز الشرطة بيراجع الكاميرات، وفجأة بيهجم عليه رجالة عشان يحاولوا ينهوا حياته، لكن بارك بيدخل وبينقذه وبيضربهم. وساعتها بيصمم يروح يتكلم مع هيو عشان يعرف مين اللي طالب يخلص على ليونج. وبعد ما بيمشي بيكون ليونج واقف بره قدام المركز، وفجأة واحد بيعدي وبيطعنه في جنبه وبيمشي، وبيقع ليونج منهار على الأرض. وبيجي جو تاك يلحقه بسرعة وبينقله على المستشفى. وساعتها جونج كان بيواجه جيم وبيسأله عن علاقته باللي حصل، وهو بيعترف له إنه السبب في وفاة الزعيم وجين، وبيفهمه إن دي تعليمات أعلى منه ما ينفعش يعرفها، وكمان هيقضي على ليونج ومش هيسيبه. ووقتها جونج بيهجم عليه وبيضربه وبيلكمه بقوة، وبيسحب جيم سلاحه وبيحاول يطعنه بيه، لكن جونج بيسحب إيده وبياخده يرميه بعيد، وبيكسر صندوق خشب وبيطعنه بجزء حاد منه في أجزاء من جسمه لحد ما بيطعنه في بطنه وبيخلص عليه وهو بيبكي لأنه افتكر ذكرياتهم مع بعض وإنه كان آخر واحد بقيله من أصحاب زمان اللي اتربى معاهم. وبالليل بيكون ليونج في المستشفى، وفي مجرم بيدخل متنكر بلبس ممرض وبيحاول يحط له حقنة في المحلول، لكن بارك بيشك فيه وبيهجم عليه وبيضربه بقوة وبينقذ ليونج. وبعدها ليونج بيستغل فرصة وجوده لوحده في المستشفى وبيهرب، وبيروح يدور على صحفي كان ساعده زمان ودفع له فلوس مخصوص علشان يراقبه ويمشي وراه ويتأكد لو كان فعلا بيرتكب الجرائم دي كلها ولا لأ. وبيوصل ليونج لبيته وبيهجم عليه وبيسأله عن اللي شافه لما كان بيمشي وراه زمان، وبيعرفوا الصحفي إنه مجرم حقيقي ومش مظلوم زي ما كان متخيل. وساعتها بنتفاجئ بجو تاك مستخبي جوه البيت وبيسمع اللي بيحصل، وبيحكي له الصحفي إنه كان بيمشي وراه وبيشوفه وهو بينزل من عربية وبيدخل لبيت، وتاني يوم بيطلعوا جثة من نفس البيت ده. يمكن ما شافوش وهو بيرتكب الجريمة نفسها، لكن ما فيش دليل أكتر من الصور اللي معاه. وبيطلع له صور ليه وهو بينزل من العربية في كل جريمة وبيدخل للبيوت اللي بيحصل فيها الحوادث. وبياخد ليونج الصور وبيمشي جو تاك وراه ويطلع سلاحه وبيكون هيصوب في اتجاهه، لكن فريق البحث بيظهر قدامه ومعاهم المدعي العام، فبيخبي السلاح بسرعة وبيكونوا كلهم بيدوروا على ليونج لأنه هربان. ولما المدعي العام بيشوفه بيكلمه بأسلوب سيء وبيعرفه إنه بيتحرك بحرية لأنه عارف إنه مختل عقلي وأي جريمة هيعملها هيقدر يهرب منها. وقتها يومي بتتدخل وبتطلب منه يتكلم بهدوء وبتخليه يركب العربية عشان يرجعوا للسجن. وبتركب يومي مع المدعي العام وبتسأله ليه بيكلمه بالأسلوب ده، والمدعي العام بيعرفها إنه كان مسؤول عن أول قضية لليونج لما خلص على الحرامية اللي أنهوا حياة أبوه وأمه، وإنه في يوم دخل البيت لقاهم على الأرض متوفيين وفي حرامية في البيت فتهجم عليهم وضربهم بقوة لحد ما توفوا. والقضية اتحافظت على إنها دفاع عن النفس، لكن بسبب الطريقة البشعة اللي خلص عليهم بيها كشفوا عليه واكتشفوا إنه مختل ومريض نفسي، وساعتها هو اللي طالب بخروجه بكفالة وساعده. بس بعد كده اكتشف إنه غلطان لما ليونج ارتكب كل الجرائم دي واستقال من وظيفته بسبب إحساسه بالذنب، ومش هيسمح إنه يكرر نفس التجربة تاني. وبالليل بيرجع ليونج للمستشفى وبيتصدم بجو تاك واقف قدامه رافع سلاحه وعايز يخلص عليه، وبيعرفه إنه المجرم اللي أنهى حياة بنته. وبيتكلم ليونج وبيقول له إنه مش هيقدر يجزم إنه فعلا مش المجرم، لكن هو حاسس إنه ما عملش حاجة وهيدور على الحقيقة بنفسه. وبيطلب منه إنه لو عنده استعداد يساعده يستعلم عن العربية اللي في الصور، وجو تاك بيوافق. وتاني يوم بيعرف جو تاك إن العربية دي بتاعت واحد بيأجر عربيات بشكل غير قانوني،
وبيروح له هو واليونج، وأول ما بيشوفه بيعرفه وبيحاول يهرب، لكن اليونج بيمسكه وبيضربه وبيطلب منه يقول هو يعرفه منين، وبيفهموا الراجل انه كان بياخده كل مرة من عند دكتور نفسي اسمه جيم وبيوصله مكان ما بيقول له بيرجعه تاني، وانه ما يعرفش غير كده. وفي نفس اليوم بيروح اليونج وجو تاك للدكتور، لكن مش بيلاقوه، وبيكتشفوا انه ساب العيادة من 2 وعايش في الريف لوحده، ومش بيقدروا يصبروا لتاني يوم وبيروحوا له مكانه. ووقتها يومي بتحقق مع جونج وبارك وبتسألهم مين اللي طلب منهم يحاولوا يخلصوا على اليونج، والاتنين بيقولوا ان الامر جاي من فوق وما يعرفوش مين اللي بيكرهه للدرجة دي وبيحرض على القضاء عليه، لكن كل اللي يعرفوه انه شخص فقد بنته في حوادث الضحايا الخاصة باليونج. فبتطلب يومي ملفات كل الضحايا وأسرهم عشان تعرف مين الرئيس ده، وبيوصل ليونج لمكان جيم، لكن أول ما بيشوفه بيخبطه وبيطلع يجري وبيلاحقوا ليونج وجو تاك، بس اليونج جرحه بيتفتح ومش بيقدر يطرده، وبيكمل جو تاك لحد ما بيمسكه وبيوقعه على الأرض، ووقتها اليونج بيقوم تاني وبيهجم على جو تاك وبيضربه بصاعق كهربائي، وبيعرفه انه عايز يخلص منه ومش هيصدقه، وانه شافه وهو ماشي وراه وعايز ينهي حياته، وبيأكد له انه هيعرف الحقيقة بنفسه، وبياخد جيم وبيمشي. وبعدها بيروحوا المستودع وبيحاول يعرف منه الحقيقة، لكن جيم بيحقنه بمخدر في رجله وبيفهمه انه مش هيقدر عليه وانه مش هيعترف بأي حاجة، وبيقع ليونج فاقد للوعي. وبالليل بيفوق جو تاك وبيرجع للكنيسة وهو منهار وبيكسر كل حاجة حواليه، وبيتفاجئ بيومي داخلة تكلمه وبتفهمه انها عرفت الحقيقة كلها، وان بنته حياتها انتهت على ايد ليونج، ومن ساعتها وهو بيحاول يخلص عليه وخرج المجرمين ال3 من السجن عشان ياخد حقه بنفسه. وقتها جو تاك بيحكي لها كل حاجة وبيفهمها انه كان عايش مع بنته من 2 في سعادة، وكان بيعلمها بيانو لحد ما المدرسة الخاصة بتاعتها طلبت منه يسفرها بره لانها موهوبة وكوريا مش هتقدر تنمي موهبتها، لكن جو تاك كان فقير وما كانش معاه فلوس يسفرها، وحاول يستلف من كل اللي حواليه بس ما قدرش. وفي نفس الوقت كان بيلاحق القضايا اللي بتحصل وبيجري ورا المجرمين، لحد ما في يوم هيو طلب منه يجي يزوره في مكتبه وعرض عليه فلوس مقابل انه يسكت عن عمليات السطو والاحتيال اللي بيعملها، وبيرفض جو تاك وبيستهزأ بيه وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيجي له خبر ان بنته في المستشفى لانها خرجت تشتغل بدوام جزئي في مكان عشان تكسب فلوس، لكن اكتشفت ان المكان ده عبارة عن حانة، ولما حاولت تمشي اصحاب المكان هجموا عليها وضربوها، فبيتصدم جو تاك وبيروح لها المستشفى وهو بيبكي، وهي بتعرفه انها تتخلى عن حلمها وتعيش ببساطة عشان ما تأذيهوش، فبيتأثر بكلامها وبيقرر يوافق على عرض هيو، وبيروح تاني يوم ياخد الفلوس وبيفهمه انه هيسكت عن كل جرايمه، بس بشرط انه يسلمه بارك دراعه اليمين دلوقتي يخرج بيه ويسجنه ككبش فدا، وبيضطر هيو انه يوافق. وبعد فترة حصلت حادثة تانية في نفس المنطقة، وراحوا حللوا الجثة وما لقوش أي بصمات، لكن الجثة جسمها ممسوح بالكيروسين الأبيض. وبعد مراجعة الكاميرات والأشخاص في المنطقة اللي بيترددوا على البنزينات وبيشتروا كيروسين أبيض كلها أجمعت على اليونج، بيقتحموا بيته وبيقبضوا عليه وبيحققوا معاه وبيعرفوا منه بيشتري كيروسين أبيض لحبيبته يوجين لأنها رسامة وبتنظف الفرش بتاعتها بيهم، ولما بيسألوه عن وجوده في مكان الحادثة بيقول لهم إنه مش فاكر بس ما فيش دليل ضده. وقتها بيستعين جو تاك بدكتورة نفسية وبيعرضوه على جهاز كشف الكذب، وبيكتشفوا إنه صادق وما فيش ولا سؤال خاص بالجرائم كذب فيه، فبيضطر جو تاك يخرجه لأن ما فيش أي دليل عليه. ويومها كانت بنته جاية من السفر وبتزوره في مركز الشرطة، في نفس الوقت كان ليونج خارج وبيشوفها معاه وبيقول له بسخرية إن بنته حلوة جدا وبيمشي. وبالليل كان جو تاك عنده شغل وبيسيب بنته في البيت لوحدها، وفجأة بيجيله خبر إنهم لقوها متوفية في الشارع، وبعد تحليل الأحداث لقى ليونج في كاميرات المراقبة وتأكد إن هو المجرم، وبسبب غضبه وإن مفيش أي دليل عليه اضطر يروح لحبيبته يوجين اللي اكتشف إنها بتشتغل في حانة من ورا ليونج، وعرض عليها فلوس مقابل إنها تشهد ضده وتقول إنه حاول يتهجم عليها وينهي حياتها وهي قدرت تهرب، وإنه اعترف لها إنه المجرم اللي بيدوروا عليه وأنهى حياة 10 أشخاص. فعلا يوجين بتوافق وبتشهد ضده في المحكمة وبيتسجن ليونج. لكن بعد فترة جو تاك حس ان اللي حصل مش كفاية وحاول يخلص عليه عشان يشفي ناره، وقرر انه يخرجه ويبقى جنبه، ويحرض بارك وجونج ضده عشان يخلصوا عليه، ولما خطته فشلت حاول هو بنفسه ينهي حياته. وهنا يومي بتفهمه انه شخص ظالم وهي مش هتقدر تسكت، وبتبعت الشرطة تقبض عليه، بس هو بيهجم عليهم وبيضربهم وبيعرفها انه مش هيقبل يتسجن غير لما يجيب حق بنته، وبيسيبها وبيمشي. وفي الوقت ده ليونج كان مربوط في مستودع وبيحاول يفك نفسه، وبيدخل جيم عليه وبيلاقيه بدأ يفوق، بيحقنه مرة تانية وبيفقد ليونج الوعي. وتاني يوم بيعرفوا خبر وفاة هيو، والشرطة بتثبت ان الآلة الحادة اللي حياته انتهت بيها عليها بصمات ليونج،
فبيفقد بارك أعصابه وبيقرر إنه ياخد حق هيو بإيده ويخلص على اليونج بأي طريقة، وبينشر رجالته في كل مكان في سيول عشان يلاقوه. وبعدها اليونج بيفوق وبيلاقي جيم بيسلموا الرجالة تانية، وبيطلب منهم ياخدوه ويتأكدوا إنه مش هيرجع يدور عليه تاني، وبيركبوه عربية وبيمشوا. وقتها واحد من رجالة بارك بيشوفه وبيجري وراه بسرعة وبيقف قدام العربية، بس هم بيسوقوا بأقصى سرعتهم وبيوقعوه، وبيستغل اليونج الفرصة وبيضربهم بالصاعق بتاعه وبيخليهم يعملوا حادثة، وبينزل من العربية وبيروح على فندق قريب ورجالة بارك وراه. فبيدخل لحمام جوه أوضة وبيفتح المية وبيستخبى ورا الباب ومعاه أباجورة، وأول ما بيحس إنهم قربوا من الباب بيكسر الأباجورة وبيكهربهم وبيهرب. في نفس الوقت المدعي العام بيقدر يثبت إدانة جو تاك وبيبلغ جونج إنه الرئيس اللي أمر بإنهاء حياة الزعيم بتاعه، وإن الجن متورط معاه، وبيدور جونج عليه في كل مكان عشان ياخد حقهم. وفي الوقت ده جو تاك كان بيدور على اليونج في كل مكان، وبيروح ليوجين وبيطلب منها تبعت له رسالة وتطلب منه يجي لها على بيتها، وهي بتنفذ أوامره. وفعلا ليونج بيروح لها، وهناك بيتصدم بجو تاك موجه المسدس ناحيته وبيطلب منه يعترف إنه أنهى حياة بنته، وبيقول له ليونج إنه مش هيقدر يريحه لأنه فعلا مش فاكر هو عمل كده ولا لأ. وفجأة بيهجم جونج على جو تاك وبيضربه وبيوقعه على الأرض، وبيعرفه إنه هينهي حياته لأنه خسروا كل الناس اللي بيحبهم. وبيحاول جو تاك يقنعه إنه ما عملش كده، لكن هو مش بيصدقه. وبيوصل بارك وبيهجم على اليونج وبيعرفه إنه هياخد حق هيو وهيطعنه ويا ريت يدافع عن نفسه ويقول له الحقيقة، بس اليونج بيفهمه إنه مش فاكر ومش هيقدر يقنعه بحاجة مش عارف هو عملها ولا لأ. وفي نفس اليوم كان المفوض جون قاعد بيصطاد وبيتفاجئ بالمدعي العام جاي يتكلم معاه، وبيقول له إنه هيحكي له حكاية ويا ريت يسمعها للآخر. وبيفهمه إن مراته كانت واحدة من ضحايا المجرم السوك اللي هو قبض عليه بنفسه، وافتكر إنه كده خد حقه وهيرتاح، لكن لما زاره في السجن اكتشف إنه مرتاح وسعيد وبيقضي فترة حكمه وهيطلع يستمتع بحياته. فحس إنه لازم يتصرف ويهدي النار اللي جواه ويدوقه من نفس الكاس اللي شرب منه، وقرر ينهي حياة مراته. وساعتها شاف الحزن في عينه وبقى عبارة عن شخص بيتمنى إن حياته تنتهي كل يوم، ومن وقتها قرر إن ده هيبقى عقاب أي مجرم زيه. وبيستغرب جون، هو بيعترف له ليه بحاجة زي كده، وبيفهمه المدعي العام إنه الوحيد اللي واقف بينه وبين جو تاك واليونج، وإنه مضطر يخلص عليه عشان يرتاح منه، وبيطعنه كذا طعنة وبيمشي. ووقتها جونج قرر يدي جو تاك فرصة يثبت حقيقة كلامه، وكمان بارك ما قدرش ينهي حياة ليونج لأنه حس إنه صادق، وقرروا يتعاونوا علشان يكشفوا الحقيقة. وبيركبوا العربية مع بعض، وبيتفاجئ جو تاك إن جون بيتصل بيه وبيحكي له اللي حصل، فبيجري فورا على هناك، لكن لما بيوصل بيكون جون فقد حياته. وفجأة بيدخل المدعي العام ومعاه قوات وبيتهموهم إنهم اتخلصوا من جون. وساعتها جو تاك بيتهموا إنه المجرم، وبيعرفوا إنه مش هيسمحوا له يلبسوا القضية. وبيضحك المدعي العام على كلامه وبيخلي القوات تهجم عليه وبيحارب بارك وجونج، لكن يونج وجو تاك بيستغلوا الزحمة وبيروحوا يسرقوا عربية من عربياتهم، وبيطلبوا من بارك وجونج يركبوا بسرعة وبيهربوا لأن عددهم كبير ومستحيل يقدروا عليهم. وبعدها المدعي العام بيرجع وبيبلغ كل القوات إن جو تاك والمجرمين اللي معاه خلصوا على المفوض، وبينشر صورهم في كل حتة وبيبقوا مطلوبين للعدالة. وبالليل بيقعد جو تاك معاهم وبيحطوا خطة أولها إنهم يلاقوا جيم عشان يعترف لهم بكل حاجة، وفعلا بيمشوا وراه وبيلاحظوا إن معاه رجالة المدعي العام، وبيدخلوه مبنى كله حراسة وصعب اختراقه. فبيستعينوا بيومي وبيطلبوا مساعدتها، ولأنها مصدقاهم بسبب القيود الإلكترونية اللي كانت في رجليهم واللي بتثبت إنهم ما كانوش عند جون وقت الحادثة، بتقرر تساعدهم وبتفصل الكهرباء عن المبنى اللي فيه جيم، وبتتصل بالجيم على إنها واحدة من العصابة، وبتبلغوا إن في جاسوس في وسطهم بلغ ليونج بمكانه ولازم يخرج دلوقتي، وهيلاقي عربية في الجراج مستنياه يركبها، وهو بينفذ كلامها. لكن رجالة المدعي العام بيشوفوه على آخر لحظة، فبيخاف بينهم بسبب كلام يومي، وبيجري على الشاحنة بتاعت جو تاك ورجالته وبيركبها، وهم بيشدوه وبيطلعوا يجروا. وبعدها بياخدوه المستودع وبيضربوه عشان يعترف بالحقيقة، وبيعرفهم إن المدعي العام من 2 سنين جاب له اليونج وعرفوا إنه مختل وهيستعينوا بيه في خطتهم، وهي إنهم هيدوه أدوية مخدرة بتسبب فقدان الذاكرة والتنويم المغناطيسي، ويستخدموه في القضاء على كل أسر المجرمين الموجودين في السجون عشان ياخدوا حقهم وحق الستات اللي حياتها بتنتهي. وفعلا كان جيم بيدي لليونج الدواء ده 2 مرات في الأسبوع، وبيحفظوا المعلومات اللي بيقولها المدعي العام، وبيركبوا العربية وبيخليه يروح لبيوت الضحايا. لكن ليونج عقله اللاواعي كان بيرفض ينهي حياة حد، وبيوصل لحد هناك وبيمشي،
ووقتها كلهم بيكتشفوا ان اليونج مظلوم وما عملش حاجة، وبينهار جو تاك لما بيعرف المجرم اللي قضى على بنته، وبيقرروا كلهم ياخدوا حقهم منه، وبيبدأوا يراقبوه ويتجسسوا على مكالماته، وبيعرفوا انه مهكر موبايل يومي، وبيقرروا انهم يستخدموها كطعم، وبيتفقوا معاها تقابلهم في مكان معين، وهم عارفين ان المدعي العام هيجيب رجالته ويهجم عليهم، بس هم بيستخبوا وبيستنوا ظهورهم، وبيقسموا نفسهم عشان كل واحد يحارب جزء من الحراس، واولهم بارك اللي بيحارب عدد كبير جدا، وجونج بيحارب تشا، وبتدور بينهم معركة شرسة بسبب قوة تشا، لحد ما بيضربوا جونج بقوة وبيرميه على الحيطة وبيشل أطرافه وبيسيبه فاقد لوعيه وبيمشي، وبيروح يساعد بارك وبيحاربوا لحد ما بيخلصوا على رجالة المدعي العام كلهم. وفي الوقت ده اليونج بيوهم المدعي العام انه معاه جيم، وبياخد يهرب بيه وبيدخله في مستودع بعيد، وبيكون مغطي وشه، والمدعي العام بيدخل وراه وبيفهمه انه مستحيل يهرب منه، وبيستفزه اليونج لحد ما بيخليه يعترف بكل حاجة وانه السبب في كل الجرائم اللي حصلت. وساعتها الشخص اللي مخبي وشه بيظهر وبيكتشف انه جو تاك، وبيفهموا انهم صوروا كل حاجة لان كان في كاميرا في الأوضة بتسجل، وبيهجم جو تاك عليه وبيفضل يضرب فيه بقوة وبيسأله عن بنته وكان ايه ذنبها في اللي حصل. ووقتها الشرطة بتهجم على المكان وبتقبض عليهم كلهم، وبيتسجن جو تاك بسبب تضليل العدالة اللي عمله آخر سنتين، وانه حاول يخلص على اليونج لكن بحكم مخفف. وفي وسط الأحداث والتحقيقات دي كلها يومي بتكتشف ان في بنت في وسط الضحايا المدعي العام مش السبب في انهاء حياتها، ومعنى كده ان في مجرم لسه مختفي ومحدش عارف هويته. فبتطلب من المفوض الجديد انها تخرج جو تاك وفريق قوة البحث من تاني، وهو بيوافق، وبتروح لجو تاك تطلب منه يستعد، وهو بيضحك وبيعرفها انه هيفضل طول عمره مستعد لكشف الحقيقة. وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عجبك فيلمنا النهارده ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات. اشوفكم الحلقة الجاية. سلام.